تطرق تقرير صحفي إسباني إلى الخلاف الأخير بين المغرب والجزائر، الذي انطلق على أثر بعض التصريحات المغربية المتزامنة التي أكدت على مغربية الصحراء الواقعة حاليا في الجنوب الغربي الجزائري. وقالت صحيفة نوتي ماريوكا إن هناك ضوءا أخضر من القصر الملكي وراء تلك التصريحات. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أصل هذه القضية قد عاد إلى واجهة الجدل القائم بين الدولتين في نهاية فبراير الماضي، عندما أكدت مديرة الأرشيف الملكي المغربي بهيجة السيمو خلال حضورها ملتقى من تنظيم وكالة الأنباء المغربية حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضهائر أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائق. لا توجد فقط وثائق تاريخية تشهد على سيادة المغرب عالميا يسمى بيد الصحراء الغربية، ولكن أيضا على الصحراء الشرقية الواقعة في جنوب غرب الجزائر. قالت إنها كانت طيلة السنوات الأخيرة على ذمة الباحثين للتشاور والتثبت مما أدلت به، مشيرة إلى أن الوثائق التي أعلنت عنها ليست مجرد مراسلات، ولكنها أيضا تتضمن خرائط ومعاهدات واتفاقيات من العصور الوسطى حتى يومنا هذا. على حد قولها أثارت كلماتها ضجة في الجزائر، ناهيك بأن تلك التصريحات غير المسبوقة الصادرة من السيمو المؤرخ لم يكن لتصدر عنها لو لم يكن لديها الضوء الأخضر من المخزن، على حد الصحيفة الإسبانية. وبينما لم تذكر الصحيفة اسم العاهل المغربي محمد السادس بالاسم، إلا أن عبارة المخزن في التداول الإعلامي الجزائري تدل على الملك وحاشيته، وباختصار هي تعني صناع القرار في المغرب. كما أشار التقرير إلى أن كلام السيمو جاء قبل أيام من تقرير آخر لصحيفة مايروك هابدو الأسبوعية، والتي نشرت على غلافها في عددها الأخير خريطة للمغرب تشمل بالإضافة إلى الصحراء الغربية مناطق جنوب غرب الجزائر التي سيطرت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، وتنازلت عنها للجزائر وقت استقلالها عام 1962. المغرب يفتح جبهة جديدة في صراعه مع الجزائر بزعم ما يسمى بالصحراء الشرقية تحت عنوان الصحراء الشرقية. المشكلة الحقيقية موجودة، أكدت ماروكا إبدو المحسوبة على النظام المغربي، أن الصحراء الشرقية هي محور الخلاف بين المغرب والجزائر. في مقابلة مصاحبة للمقال الرئيسي، يؤكد المؤرخ الفرنسي برنار لوغان في حديثه لماروك إبدو أن فرنسا قطعت المغرب لتوسيع الجزائر الفرنسية، ويستعرض كيف كانت الحكومة الفرنسية تأخذ مناطق مختلفة منذ بداية القرن العشرين التي كانت لها علاقات سابقة مع المغرب، والتي ستندمج فيما بعد في الجزائر الحالية عندما حصل الاستقلال في عام 1962. يؤكد لوغان أن محمد الخامس جد الملك الحالي لم يرغب في التفاوض مع فرنسا بشأن الأراضي التي تم أخذها منه، لأنها ستكون طعنة في الظهر للجزائر.